السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ يا رب تكونون بخير بأفضل وأحسن الأحوال، أتمنى تكونون كلكم بخير بصحة وسلامة وأنتم تشوفون فيديو اليوم. اليوم حبيت أشارك وياكم روتيني البسيط ويوم من أيامي البسيطة، إن شاء الله الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. وقبل لا نبلش بالفيديو خلونا سوا نصلي على الرسول محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومثل ما تشوفون اليوم أبو علاوي هو اللي تبرع بالخبز، طبعا عجنت و شنقت وشغلت التنور كان يجي يقول لي أني أخبز، قلت له يا معود أنا راح أخبز ما عندي شي، قال لا والله أنا اليوم أحب أخبز. قلت له ما دامك مصر يلا أخبز أنت لعد. فوالله مثل ما تشوفونه الخبز مالته حلو، بس يعني يخلي الخبزة نصها فوق التنور. فأقول له ليش هيك تخبز؟ يقول حتى أقدر ألزمها وأطلعها. فقلت له يلا براحتك، يعني مثل ما تحب تخبز اخبز. هو خطية دائمًا يعني يدخّل نفسه يساعدني يعني بشغلي بالطبخ بس بالخبز لا والله الصراحة هاي أول مرة يخبز لي. بس شنو هو دائمًا من يشوفني بالمطبخ أطبخ يجي يطبخ وياي ومرات هو يعني يبتكر أكلات من دماغه ويسويهن. فكلش أحب شغله أني، وحلوة الرجال لمن يساعد مرته، كلش أحب هاي الشغلة الصفات اللي تصير بالرجال. فمرانة ومي حار عاجنينه. نتملى في الزبر. يلا قدر الزبر. لا تخليه هو يطحن بيه. ما خليك يسوي هذا اللي يجي بس يلزق. أنا قلت عاجنينه بمي حار. حلو الخبز؟ أحسن يعني نحسن ماكو أكل صمون ولا هاي بالصمون شو تفتح؟ الله ما عليه. نص نص التنور. وكملنا خبز وجينا هنا، طبعا كنت دانشوي لحم على المنقلة برا بالطرمة، فكنت مصورة فيديو وثار ما مصور الفيديو بس حافظ بس الصور، الموبايل دائما يدق بيها هاي الدقات الناقصة. المهم هنا مثل ما تشوفون كملنا عشانه، ما قالوا مريض لا تمن ولا مرقة ولا تشرب ولا هالأشياء، قالوا بس طماطة وهو هذا اللحم شويناه وبرا شوينا على المنقلة مثل ما شفتوا، ودخلنا الجمر ورا ما خلصنا قالوا نريد الجمر جوا بالبيت لأن كان الجو بارد كلش، فجبت لهم المنقلة مثل ما هي بالاستقبال وخليتها وخليت عليها الشاي. والشاي الجمر تعرفونه بعد ماكو أطيب من عنده يصير، مو مثل الطباخ، الطباخ هم يصير الشاي عليه طيب، بس الشاي الجمر يصير يجنن، يصير هيك بريحة الفحم ويتهدر على راحته، فيصير طعمه يعني يختلف عن طعم الشاي اللي على الطباخ. هنا مثل ما تشوفون بعد ما خلصنا العشاء ومثل ما تشوفون المنقلة مثل ما هي على شكلها خليتها بالنص، وخليت جواها الصينية حتى ما يحترق الكمبار. وهنا الشاي مثل ما تشوفون شلون قاعد يتهدر ويتجنن ريحته ترست الاستقبال. وصبيت لهم شاي ورا العشاء وكليت أكلنا، وصارت تعلولة تجنن. طبعا جهالنا نصهم مو هنا مو يمنا راحوا سفرة. وهذا الفيديو طبعا بأيام العيد أنا كنت مصورته فما لحقت يعني أمنتج لكم إياه، فاليوم قلت خلي أمنتجه وأنزل لكم إياه، لأن تعرفون العيد يصير زخم وخطار ومو مال واحد يقعد ويمنتج وهاي.
فمن راحوا خطاياهم أنا بقيت يعني بعد ما عندي شي. اختاريت لكم الفيديوهات اللي صورتها بالعيد يعني في خلال فترة العيد، وقمت أمنتج بيها وأنزل لكم بين يوم ويوم أو بين يومين فيديو، وإن شاء الله يا رب تستفادون من الفيديوهات اللي أنزلها وتستمتعون بيها. ومن خلال هذا الفيديو حابة أشكر كل اللي انضموا لقناتي، الجدد والقدامى أيضا، المشتركين الغالين على قلبي. إن شاء الله يا رب يرزقكم ويحفظكم ويفرحكم مثل ما قاعد تفرحوني. شكرا لكم على تفاعلكم الحلو، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة وعلى لايكاتكم وعلى مشاهداتكم. كلش أشكركم، ورب يحفظكم إن شاء الله ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، وإن شاء الله يا رب يجعل لكم نصيب في الدنيا وفي الآخرة. ربي يرزقكم إن شاء الله يا ربي، ويحفظكم ويحفظ أحبابكم ويحفظكم من كل أذى وكل مكروه، والله يفرحكم مثل ما قاعد تفرحوني وأكثر إن شاء الله. وهنا قاعد آكل كليتشي وقلت خلي أشوفكم التوريقة اللي بداخلها صايرة عبالك عجينة مالت بقلاوة، كلش حلوة وهشة وطيبة طعمها يجنن. ادخلوا على قناتي وحتشوفون الفيديو مالت الكليتش اللي آخر واحد نشرته قبل العيد، وش تسووها على طريقتي وإن شاء الله تنجح عندكم وتصير تخبط. أول شي نخلي 8 خواشق حليب، لا وش دعوة 8 4 3 4 خلي بعد وحدة صار طيب. شنو تسوين؟ محلبي خلاص على الشي اخبط الحليب وخليه صار، يلا تحطين نشا حتى ما يدلص شبي والله. 3 4 5 6 7 ايش دعوة؟ 8 9 قلاصات مي. خليه كل قلاص مي عليه خاشوقة محلبي. خلاص ترى كامرتش حلوة، عش ما راضي عليها يعني بالوقت الحالي راضي. والله حيل ما شاء الله. بس خليه شكر. 1 2 3 4 5 6 7 8. تحبون أحلو لو 10 لو 8 لو 9؟ يلا 10 ونخليها بالقشطة. خلاص بالقشطة يصير طيب؟ اي طيب يصير مثل ما طيب. ها ولا يعني اجربه. شو تجربينه؟ مو انا راح اسوي هسه هاي وشوفي. صدق. اذا عجبك سوي بالقشطة، اذا ما عجبك بس سوينا. قبل لا سويت محلبي يجنن. بس هاي القشطة راح تذوب على الطباخ، ما تبقى هيك. بدنا ظرفين فانيلا ونخليهم بالاخير. اوكي الله الله يلا لبيه اظل اخوط لحد ما يصير ثخين. يمكن الحين راح يصير ثخين لانه هواي كثرت هذا عاد نخلي له مي، اذا صار ثخين خلي له لو حليب لو مي. حليب لازم. نسيت انا كم كوب مي مخليه. مو قلتي 9؟ لو 9 لو 8 وخليت 8 نشمو. اي خلاص ان شاء الله يشوف. لا خليتي 9 نشا، يعني قلت ليش خاله هواي 9. ليش هيك صار؟ هو معلن الطباخ. هاي الفطائر اللي صفرها تسات هنا لو شنو فطائر؟ كنافة. شو اسمه هذا؟ بوركي سويته هنا بالبيت. لحم مفروم شنو؟ لا والله صدر دجاج. ايش حطيت فانيلا لو؟ فانيلا. يلا سوينا شيرة حباب. انا بالدراسة وقع سويت غدتك على استولة. اسوي كل شيء. تعرف؟ يلا الله يا دوب كفيها ترى. شكرا يا حبيبي قلبي. اي تزيين، بس قولي لي شنو الاشياء. احنا هذا الولد شوفي واكو هماتين يمك البجوز بشي اسمه الحليب، هماتين جيبي. اوكي خلق
القوام رهيب. شكرا. هسه عامة من يبرد راح يثخن بعد، إن شاء بس الله. يبقى الطراوة مالت خلا وين جوز؟ نفس الباب مال. يلا جيت. خلا عشان علينا ماكو. شو اسمه الحليب شهد. خلا اطحن ابوي هيجي. شو تقولين؟ لا بدون طحن. جوز لا تطحني يطلع أحلى بلون. ايه بدون طحن احلى. وين الروح؟ خلا مطر وين الروح؟ ليش ما طحنتي هيل وخليتي فوق يطلع حيل والله حلو؟ ما عندي. احنا بس نطلع. وين؟ بس احنا شباب. طبعا يعني اكيد. ليش واحد اثنين؟ خلا اثنين احلى. تبذير هذا. خلا اثنين احلى. تبذير بابا. اي صح خالة الاثنين أحلى. ها ها يلا. كل ساعة واحد يجينا. اي والله. عشان على قلب حرام علي مو تسجيل صوت. لا احلى شيء. خالة شو اللون باهت مال الورد؟ انت اللي بالاخر كذا شو راح جارد تمسحين. ما ادري الشفي يعني هو جارد. كان من جبته مفروض كان بنفسجي. بنفسجي كلش حلو، بس هسه شو جارد. يا عادي. يلا عادي، مل شو لونه؟ خالة مل من لونه قال اغير. اي من لونه حقيقة. اي صغار. شوفي خلي بس هنا جوز. خلي بس بالطرف مثلا. اي يعني بالطرف هيك بس. خلي واحدة من هنا وواحدة بعد اليمين. اي هيك. مو واحدة. تردين بعد ورد؟ لا هون. خليني امسح. شيل الوخرة هاي تعالي جيبي يدك. يلا. يلا صح. يعني؟ يلا اي. خلا انت هذا سرعي. اقول لك والله الشكل واو بس الطعم والله الشكل حيل حلو. طعم الله يستر. هسه يطلع فيها امك تكب براسي. لا يحبون الفاهي. خالة امي شايها مور اشرب وراها تقول لي حلو. يعني لا تخاف من هذا أيوة، الموضوع. خطرين سكر. إيه. بس هي تحب الحلو هذا المحلبة ما تحبه فاهي. وهنا كملنا المحلبي وما أقولكم صار شكله يجنن وطعمه بعد أطيب. وطبعا خلينا عليه قطع مال بقلاوة ورا ما خلصنا بس ما صورناه، صار كلش طيب وحلو مثل ما يسوونه بالمحلات هنا اليمنى يسوونه هيك يخلون عليه قطع بقلاوة. يلا انا اسوي لك معلومة. تعال جيب الأمة. أبو أحمد بعد أبو أحمد اجتنا هاي الصينية مالت البقلاوة هدية مناسبة عيد الفطر المبارك. شكرا للي جابها طبعا. شوف التوريق. لهنا وصلت الختام الفيديو وياكم، أتمنى يا رب تكونون استفاديتم من الفيديوهات اللي أنزلها واستمتعتم ويانا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم لليوم. وإذا عجبكم لا تنسون اللايك واشتراك بقناتي وفعل زر التنبيهات حتى كل ما أنزل فيديو جديد يوصلكم إشعار تشوفون الفيديو. وهسه أترككم في أمان الله وحفظه وأنتظركم فيديو جديد إن شاء الله، وأحبكم هواية هواية ومع ألف مليون سلامة.